بعد ما قال مش هروح موسم الرياضة علشان الأحداث والكل وقف وسقف له، محمد سلام نسي اللي عمله وراح يسهر في الديسكوهات، والجمهور بيقوله طلعت بوشين. ايه حقيقة الفيديو المنتشر لمحمد سلام؟ وهل فعلا كان بيحاول ياخد الترند باللي عمله؟ تعالوا نقول لكم ايه الحكاية. محمد سلام شكله كده هيفضل ترند لفترة طويلة، من بعد ما عمل موقف شجاعة يضاف ليه ولتاريخه الفني رجع من تاني في صدارة الترند، لكن المرة دي بالسلب مش بالإيجاب. بعد ما اتنشر ليه فيديو على تويتر والناس بيقولوا ان الفيديو جديد وانهم شافوه سهران في ديسكو من الديسكوهات، وهات يا انتقادات بقى وهجوم عليه وانه طلع بوشين واللي كان بيعمله ده اي كلام وخلاص. واللي ناشر الفيديو ده بالتحديد هم جمهور السعودية اللي شافوا انه سلام مش قد كلامه وانه منالش شرف انه يروح موسم الرياض، واتهموه انه بيعمل كده بس علشان خاطر الترند. لكن الحياة ماشية في كل مكان عادي، سواء في السعودية او مصر او اي بلد تانية. طب هما ايه اللي ضايقهم من موقف سلام؟ اللي ضايقهم مش الموقف، لكن اللي ضايقهم كلامه لما طلع وقال ان شاء الله المفروض اسافر الرياض علشان اعرض مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض، والمفروض انها مسرحية كوميدية وفيها اغاني واستعراضات، والمفروض اننا نعرض ان شاء الله يوم 30 اكتوبر، وانا مش متخيل اني اطلع واهزر واضحك في وسط اللي بيحصل لاخواتنا اللي بيموتوا. وقال كمان انه اخد القرار ده في اخر لحظة لانه كان عنده امل ان موسم الرياض يتلغي زي ما مصر لغت مهرجان الجونة وفعاليات تانية كتير. وكمل كلامه وقال انا مش هقدر اشارك في المهرجان ده، وحابب اقول اني كنت في مشكلة مش عارف اسافر ولا اعمل ايه، والتمثيل هو اكل عيشي، لكن لو ما سافرتش هل هموت من الجوع؟ بالتأكيد لا. علشان كده الكلام ما عجبهمش لانه كان في اتهام ليهم كلهم كجمهور وشعب انهم مش بيدعموا اخواتنا، علشان كده الموضوع حز فيهم. لكن المفاجأة واللي كانت متوقعة ومش غريبة إن الفيديو ده طلع قديم من الأساس وما كانش ديسكو ولا حاجة، دي كانت حفلة مسائية متجمع فيها نجوم كتير، يعني من الآخر حاجة رسمية ومن فترة طويلة جدا جدا قبل الأحداث. الجمهور بيقول إن كل اللي بيحصل دلوقتي ده ما إلا حملة تشويه لمحمد سلام، خاصة إنه بسبب لأول مرة أحمد مكي يطلع يتكلم ويصرح بحاجة، وده بعد ما اضطر إنه يعمل كده بسبب إن أعمالهم كلها اتشالت من على المنصات السعودية، وعلشان ترجع كان الحل الوحيد انه يتخلى عن سلام. بس مكي طبعا رفض الموضوع تماما وقال انه رجلي على رجله وكلام تاني كتير. صحيح كانت كلها رسائل مبطنة لكن المعنى كان واحد. تفتكروا محمد سلام هيطلع يرد على الحملة الموجهة دي ليه ولا لأ؟